بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله احنا هنعمل غدا مختلف مثلا عن نوع كده، فلازم التنوع يا جماعة. فاحنا محتارين على الأكل، فكان عندي صدرين فراخ، فاحنا هنعمل بهم ايه؟ هنعمل انا معايا المقادير بتاعتنا اهي. معايا لسان عصفور، ده لسان عصفور يا جماعه. تجيبي سايب مكيس اللي انت عايزاه، بس الافضل تجيبي نوع حلو عشان يطلع معاك حلو في الاخر. هنعمل لسان العصفور بالفراخ، يا اما فراخ مفرومه يا اما لحمه مفرومه. الاكله دي تنفع بالفراخ وباللحمه المفرومه عادي. فالمقادير بتاعتنا ايه؟ معايا لسان عصفور، معايا فلفل، معايا توم، معايا بصل، معايا فراخ، ومعايا شوربه، وهجيب جزره وطماطمتين. دي الحاجات دي انا ما جبتهاش، هجيبها لسه. وهنروح ماسكين احنا هنعمل ايه دلوقتي. المقادير اهي انا وريتها لكم. انا هضيف عليها جزر وطماطمتين، وهنمسك الفراخ نفرمها مع الحاجات دي كلها، وهنروح على البوتاجاز. الطريقه دي لها نوعين يا جماعه، اما تعمليها في طاجن، اما تعمليها في حله كله على بعضه، اما تعمليها برضو في حله او وتسوي لسان العصفور، وبعدين ايه تبقي تعصجي اللحمه وتحطي على وشه. لها كذا طريقه وكذا بديل، الطريقه اللي ترتاحي فيها اعمليها. فانا دلوقتي هجيب الجزر وطماطمتين عشان تبقى المقادير بتاعتي كامله، وامسك الخضار ده كله افرمه مع بعضه عشان هنعصجه مع بعض في طاسه على البوتاجاز. خليكم معايا. خلاص انا فرمت الحاجه اهو. ضفت لها ايه؟ ضفت لها جزر اهون. يبقى احنا فرمنا ايه؟ الفلفل، الثوم، البصل، الجزر، ودي الفراخ في الناحيه التانية. المقادير كلها جمعتها في طبق واحد اهون. كل ده هنزل بيه مع بعضه، مش هنزل بالفراخ الاول وبعدين الخضار، لا كله مع بعض. سخن الطاسه قوي قوي عشان ما اديش الفرصه للخضار ولا الفراخ تنزل ميه. وبعدها انزل بالماده الدهنيه اللي انت عايزاها، سمنه، زيت، على حسب الطريقه اللي انت بتحبي تطبخي بيها. وبعدين انزل بالحاجات دي، الفراخ والخضار يتعصجوا مع بعض. الطماطم يا جماعه انا ما فرمتهاش، انا كنت بقول بس الطماطم دي بحطها في الاخر مع لسان العصفور للتطعيم، انما ما بحطها. لو حطيتها مع الحاجات دي هتنزل ميه، انتوا عارفين الطماطم كلها ميه فهتنزل، فانا لا مش هحطها لها الاخر. ومعايا شوربه، الاكل ده عايزه شوربه فراخ لحمه حسب الموجود عندك، لانها بنعوزها عشان لسان العصفور نسقي بيها بتبقى جميله. فهو تغيير يا جماعه، كل يوم عايز حاجه شكل، ولازم التنوع عشان ولادنا عشان ما يملوش من الاكل. يعني مثلا مره رز، مره مكرونه، مره لسان، مره بعيش. يعني الاكل عايز كل يوم حاجه شكل. عشان ايه ده حبيبي؟ احنا رحنا على البوتاجاز اهو، الزيت شوفوا سخن خالص، حراره عاليه قوي. انزل بقى بحاجته كلها. يعني ايه النباتي، مش هنزل بحاجه لا، كله مع بعضه كده ياخد ودي مع بعضه يتعصج. انزل حاجتي بقى واقلب الحاجه كويس واسيبها تعصج بقى. لازم اقلب الخضار في قلب الفراخ كده، الثوم مع البصل مع الفراخ مع الجزر مع الفلفل، تاخد وتدي كده. وبعدين لما تعصج احط لها البهارات. بهاراتنا هتبقى عباره عن ايه؟ فلفل اسمر وقرفه فقط لا غير، وهنحط لها ملح وخلاص. وبعدين لما تتعصج، لما تعصج يا جماعه بنطفي عليها. وبعدين ايه؟ نروح نحمر. دلوقتي انا بقلب كويس اهو، ادمج كله ببعضه. مش هحط بهارات دلوقتي، اما العصاج يتعصج كويس وريحته تطلع ابتدي بقى، عشان البهارات ما ينفعش تحطها في الاول كده. وبعدين انا دلوقتي هخلص واروح احمر لسان العصفور ونشوف هنعمل ايه. خليكم معانا كده حبيب قلبي. الشربات بتاعي خلص، وانا ايه طفيت عليه يبرد. الجلاش بتاعي طلعته من الفريزر يفك، وايه ودي معلقتين سمنه على معلقتين زيت كده، حطيتهم بس يفكوا ويدوبوا كده على البوتاجاز، ما بقدحش علشان المعده والحاجات دي انتوا عارفين. فانا ايه هدفهم بس كده يفكوا من التكتلات اللي هي فعلا. انتوا عارفين الجو برد والسمنه عادت ايه. كان الاول في الصيف، كان بناخد من ايه من على طول نعمل، لان كانت بتبقى سايحه. انما كل ما الجو برد السمنه بتخرج وبتكتل. فانا يا دوبك هدوبهم كده بس هم قايمين يدوبوا اهو، معلقه سخنه. فانا ايه هطفي بقى ونجيب حاجتنا ونشتغل مع بعض. احنا دلوقتي هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل صينيه. الصينيه دي هعملها بالكريمه، هفرد الجلاش فيها، وبعدين هنحشي الطبقه الوسطانيه ايه كريمه، وبعدين ندخله الفرن ونقطعه.
الطبقه التانية هنعمل فطير الفطاطري الحلواني. الفطير الحلواني اللي هو ايه برضو محشي ايه, كريمه. بس كل حاجه كل صينيه ولها طريقه شكل. خليكم معايا. دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ هنحمر لسان العصفور. نحط الماده الدهنيه اللي انت عايزاها، سمنه زيت براحتك اهو. وبعدين ما تكتريش يا جماعه، اللي يكتر ماده دهنيه يرجع يصفيها تاني، صفيه في مصفى. انما انا مش مكتره اهو. دول 3/4 لسان عصفور اهو. شوفوا حطيت عليه 3 معالق حاجه بسيطه. ليه؟ لان انا مش عايزه ماده دهنيه في ارضيه الحله، انا عايزه حاجه بس ان هي تخليه يتحمر، انما ما نكترش. ليه؟ لان احنا هنسقي الشوربه وانتوا عارفين الشوربه بتبقى سمينه، فيعني ايه نخفف المواد الدهنيه شويه اهي اهو. اللسان بتاعنا ابتدى يلون اهو. في الوقت ده بقى هحط ايه؟ انا مش هحط ملح يا جماعه. ليه؟ لان انا معايا شوربه، فانا ايه هحط قرفه هي. اقلب بقى القرفه في اللسان كده كويس جدا. الأكلة دي جميلة ومغذية، اعملوها لولادكم، وبرضه حل مشكلة حيرة الأكل كل يوم. انزل بقى دلوقتي طماطم. لو انتوا عايزاها احمر زي كده تحط ايه طماطم. عايزين اللون اللي هو الذهبي ما تحطوش حاجه وتحتفي تخليه بلون. عايزاها اصفر بتحط ايه بهارات الرز البسمتي حسب اللون انت عايزاه. في الاخر شوح بقى الطماطم والقرفه معاه كويس. ومش هحط ملح يا جماعه لان انا هحط شوربه. شوحته كويس جدا على ما الطماطم بتاعتك تدبل. وبعدين ايه ننزل بالشوربه. يعني شوربه اهي، شوربه بط، شوربه رز، بتاع شوربه فراخ، شوربه لحمه، اي نوع معاكي. ننزل بقى. انا عايزه الطشه دي، عايزه صوت الحامي دي عشان ايه يطلع مفلفل معانا. هغطي عليه بقى استوى نص سوا عشان احنا نعمله في طواجن في الفرن. هنكمل الاضافات بتاعته، خليكم معانا كده يا حبايب قلبي. نزلت لسان على البوتاجاز اهون. عملت انا بقى في الفاصل دوقته، لقيته ايه الملح بتاعه ايه عاتب كده، فانا ايه زودت سنه ملح. ظبطت لان كنت مفكره ان الشوربه كفايه، لا لقيته دلع فظبطت ملح كده. شوفوا اللون احمر وجميل ازاي. شوفوا مفلفل وجميل. وبعدين دي الفراخ اللي احنا كنا معصجينها مع بعض، دي اللسان. ودي طواجن كانت عندي هنعمل فيها بقى طواجن، احلى طواجن لسان عصفور في الفرن. فهنعمل ايه بقى كده؟ خليكم معانا ركزوا اهو. هناخد في الارضيه ايه طبقه فراخ كده، وبعدين ايه نحط طبقه لسان. بسم الله ما شاء الله. النوع ده جميل يا جماعه. لما تيجي تاكليه كده تحسي ان انت اصلا بتاكل ايه رز بسمتي فاخر، يعني جميل كده في طعمه. هو طعمه جميل لان هو مسق بشوربه ومحمره كويس. اهم حاجه وقت التحمير ما يتحرقش منك يا جماعه، تبقى موطيه كويس جدا، يبقى كلته سوا واحد. شوفوا اللون الحبايه، لو في حبايه واحده اتحرقت منك خلاص بقى مش هينفع، لازم يترمي. فلازم انا بعمل الحاجه فالحاجه غاليه اقف جنبها استعنى بيها عشان في الاخر احصل على نتيجه كويسه. الطواجن دي جميله. هو كده كده كله مستوي، بس هتدخل بس تاخد ريحه الفرن وكله يندمج مع بعضه ويشرب من بعضه كده. جميله الطواجن دي جميله، وهحلل مشاكل الاكل كل يوم. كل يوم عايزين اكل. الفراخ ممكن اطلع لك منها 100 نوع اكل،
والاكله دي مفيده. الاكله دي فيها الفراخ، فيها الجزر، فيها البصل، فيها الثوم، فيها الطماطم، فيها الفلفل، فيها كل حاجه. اسوي وش كده وبعدين هحطها في الفرن. يعني الطواجن دي بتتحط في صينيه، ما بتتحطش على ارضيه الفرن كده. ليه؟ عشان ما تلونش من تحت. الصينيه بتبقى زي حمايه ليها، واساسا الطواجن دي بتبقى خفيفه فما بتتحملش وزن. عشان تحطها في الفرن تحط فيها مكرونه بشاميل، تحط فيها لسان عصفور، ممكن تحط فيها رز مع كل حاجه. مهلبيه في الفرن. الطواجن دي بتحل، الاطباق الالومنيا دي بتحل مشاكل كتير صراحه. بس اهم حاجه لما تيجي تحطها في صينيه. انا دلوقتي ايه، هولع الفرن واحطها في الفرن بقى. ايه، خليكم معايا. هعمل ايه بقى يا جماعه دلوقتي؟ انا دلوقتي هدخلها الفرن، احط رشه بسيطه كده ايه فراخ. انا حاطه طبقه كويسه جدا في الارضيه، وانا عملتها معاكم برضه. احط رشه على الوش فراخ كده عشان يبقى اللي ياخد طبق بألف هنا. يبقى الطبق ايه، مش محتاج اي حاجه، في كل حاجه. دلوقتي انا ايه هحطها في الفرن. خليكم معايا اهي. اهي مش هتقعد كتير يا جماعه، لان انتوا عارفين زي ما كنتوا معايا كده كل حاجه مستويه. هو بس ايه 7 دقايق مش اكتر وخلاص. وهطفي عليها واطلعها من الطواجن. طلعت اهي من الفرن يا جماعه، سامعين التكتكه؟ هو ده بقى. والفراخ لما اتحطت مع لسان العصفور مطلعه ريحه جميله جميله. لما اتحطت في الفرن بقى مطلعه ريحتها ما اقدرش اقولك. هو ده كان فيديونا النهارده. كان عملنا ايه؟ عملنا احلى طواجن في الفرن بالفراخ. من اقل شيء بتعملي احلى شيء. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.